مساء الفل، ازيكم؟ انا جاي كده بشويه ارقام للناس اللي بتقول ايه. هو ده بدايه الكلام. الاهلي اكتر فريق خسر في كاس العالم للانديه برصيد 14 مباراه. الاهلي اكتر فريق استقبل اهداف في المونديال برصيد 39 هدف. انما تعالى بقى ايه اقول لك واسمعك اللي انت ما بتحبش تسمعه او اللي انت ما بتحبش تشوفه. الاهلي الاكثر مشاركه في المونديال برصيد 9 نسخ. الاهلي التاني اقوى هجوم بعد ريال مدريد. احنا مسجلين 31 هدف، مدريد مسجله 40 هدف. فده احنا اقوى تاني هجوم في البطوله. الاهلي اكتر فريق وصل لدور نص النهائي 6 مرات، خد منهم 4 برونزيات. اكبر عدد اهداف الاهلي استقبله في نسخه واحده كانت نسخه 22 برصيد 8 اهداف. واكتر عدد اهداف الاهلي سجله في نسخة من نسخ المونديال كانت في نسخة 22 والنسخة بتاعت السنة دي برصيد 7 أهداف. تريكا وجمعة وحسام عاشور هم الأكثر مشاركة مع الأهلي في المونديال برصيد 5 نسخ. الأهلي لعب ماتش وحيد امتد فيه الوقت إضافي، ده كان قدام نادي باتشوكا المكسيكي، والماتش خلص بفوز النادي المكسيكي. الاهلي لعب برضو ماتش واحد امتد لضربات الجزاء قدام بالميراس البرازيلي، والاهلي كسب بضربات الجزاء. الاهلي خرج كمان ايه ب7 كلين شيت، واحده للحضري، 4 للشناوي زي ال4 برونزيات كده، واتنين لعلي لطفي. نسخة 22 هي الأكثر تسجيلا للاعبي الأهلي، حيث سجل 6 لاعبين مختلفين في نسخة 22. هما مين بقى؟ الشحات وقفشة وتاو وشريف ومعلول واحمد عبد القادر. حسين الشحات اللاعب الوحيد في تاريخ النادي الاهلي اللي شارك في المونديال مع فرقتين، مع العين الاماراتي في 2018 ومع الاهلي المصري. كل دوت ولسه في ارقام تانية كتير، بس انا حابب بس اجيب لكم حبة زبد كده مش اكتر. اللي ما عملش الفولو يعمله، اللي ما عملش لايك يعمله، ومستنيكوا اللي عنده حاجة عايز يسمعهاني يسمعهاني. وفي واحد صاحبي من امبارح انا مش لاقيه، فلو حد شافه والنبي يطمني عليه.